يلا بينا نسمي بالله كده ونختار مجموعة من الاتنين ونشوف مشاعر الحبيب في اللحظة دي أو في الوقت اللي انت بتسمع فيه الفيديو. عندك هنا مجموعتين أو عندك مجموعتين. المجموعة الأولى بطاقة الحجر ده، المجموعة التانية بكوتشينة دي طاقة الحجر ده. يلا بينا كده نشوف مشاعر الحبيب. هنبدأ بالمجموعة اللي اختارت الحجر ده، ويلا بينا نبدأ. مشاعر الشريك في الطاقة الحالية. تظهر عايزين تقولوا كلام كتير أصحاب المجموعة دي يعني. مم. مشاعر الشريك. طيب احنا عندنا هنا طاقات مختلفة. في طاقات لناس يعني منفصلين نسبة مش كبيرة، قصدي نسبة كبيرة، انما في طاقة برضو لكراش او علاقة ناس لسه بادئة جديد. الشخص ده يعني اللي عنده تباعد او انفصال، شايفة مشاعر الشريك اتجاهك في الطاقة الحالية. شايفة الشريك بيفكر فيك كتير جدا، حاسس ان انت متباعد عنه، حاسس انك يعني ايه، بقيت بتبعد كتير، مش حاسس بوجودك في طاقته، حاسس ان انت فعلا بدأت تخرج من طاقته، خايف جدا يكون نسيته وتخطيته. انت تعرضت منه لرفض او لاسلوب فيه اهمال، كان ممكن تبعتله رسائل كان يشوفها ما يردش، يتأخر في الرد. شايفة برضه كان بيتعصب عليك، البعض منكم كان في اسلوب عصبي، كان في شتيمة. شايفاه بصراحة يعني قال كلام جرحك، شايفاه يعني حاسس بالخسارة والندم، حاسس فعلا ان هو خسرك. شايفة كمان ان الشريك اللي عنده طرف تالت، كان في هنا ناس دخلت طرف تالت، مش بس كان موضوع أسوأ أو إنه زعق فيك أو قالك كلام جرحك، لأ، في هنا ناس الشريك هم عارفين على فكرة إنه دخل طرف تالت وهما مشيوا بسبب كده، حصل خيانة من الشريك. الطاقة التانية بقى هنا معانا في طاقة علاقة لسه بادئة فيها إعجاب فظيع جدا. شايفة يعني الشريك بيحكم عليك حكم إيجابي جدا. شايفة كمان إنه في طاقة إعجاب، شايفين هنا الكارت ده بيقول إن في مشاعر حب قوية جدا، قصدي مش حب، مشاعر إعجاب، ثقة بالنفس، بيشوفك شكلك حلو جدا، ستايلك حلو، لبسك حلو. ايه تاني، الشخص هنا بيحس بالسعادة معاك، شايفة ان انت بتحمل ليه مشاعر حب، ولكن مستني منه وضوح او يديلك علامة او اشارة توضح لك ان هو بيحبك. الشريك بتاعك حواليه معجبين كتير او بنات كتير، بس هو معجب بيك. الابراج هنا شايفة طاقة برج الجدي، شايفة برج القوس، شايفة برج الحوت، شايفة كمان برج السرطان. شايفة كمان الغالب على القراءة طاقة الأبراج. والله هي كل الطاقات موجودة، يعني الطاقة المائية موجودة والطاقة الهوائية والطاقة النارية. طب تعالى نشوف كده مشاعرك انت اتجاه الشريك. أصحاب المجموعة الأولى أو اللي اختار الحجر الأخضر، مشاعرك انت اتجاه الشريك ايه؟ مشاعرك اتجاه الشريك. تحسس بعدم الارتياح، حاسس في حاجة غامضة، مش فاهم انت الدنيا خالص. في
اوف كتير. في هنا طاقة توأم شعلة، طاقة انتوا الاتنين بتحبوا بعض قوي، بس مش عارف هو ليه عمل معاك كده. انت مش لاقي تفسير للطريقة اللي خذلك بيها، مش لاقي مبرر، بقيت خايف منه وماسك على قلبك ومشاعرك. طب لما في حب وفي معزة ليه وجعت قلبي بالشكل ده؟ انت بتقول لنفسك كده. بعض منكم كان مستني من الشريك قرار معين وما خدوش اتخذل. ماشي. يلا نشوف كروت الرومانس بتاعتك هتقولك ايه برضو. اختار الحجر الاخضر. باشن، شغف، فليرت، المغازلة. بصوا، للبعض منكم شايفة انه باشن فيه طاقة انجذاب جنسي قوي حاصل هنا، فهو ده يعني اللي خلاك تحس ان الشخص ده مش جدي معاك. في غزل، ممكن قالك كلام قبيح او حاجة زي كده. this could be the one. انتوا الاتنين انجذبتوا لبعض من البداية، حسيتوا ان في طاقة مغناطيسية قوية بتشدكوا اتجاه بعض، مش قادرين تفهموا منين الطاقة دي. الطاقة دي نجمة ان انتوا توأم شعلة. keep an open mind. شايفة الناس اللي بتتعرف على بعض، في هنا طاقات زي ما قلنا، في طاقة ناس كراش. الشخص ده كراش، انتوا تعرفوا على بعض، لما تعرفوا على بعض هتدركوا قد ايه انتوا مناسبين لبعض، وهتفسروا سبب الانجذاب اللي حاصل ما بينكم. في هنا اعجاب قوي ومتبادل. تمام. رسالة من حبيبك أصحاب المجموعة الأولى. يلا كارت بتاع المغازلة أو الغزل. قلت لكم هنا المجموعة الأولى فيه انجذاب جنسي مش طبيعي هنا. الشخص ده نفسه يسمع صوتك. It's time for me to heal now. ده وقت ان الشخص ده بيتعافى فيه من حاجات سابقة حصلت. I want to be more than friends. الاشخاص اللي بقول لكم في علاقة هنا كراش او معجبين ببعض لسه في البداية، شايفة الشخص ده عايز يعمق علاقته بيك وعايز تتطور علاقتكم، مش بس تكونوا مجرد اصدقاء، لا، عايز العلاقة ابعد من كده، عايز تكون علاقة حب. انا شايفة هنا الناس رفضت الشريك بعد ما عرفت انه دخل طرف تالت عليها. شايفاها اتعلمت من القصة دي، اللي دخلت مع شخص بالمواصفات دي، شايفاها اتعلمت من الدرس الروحي او خدت درس روحي كامل في العلاقة دي. شايفة الشخص ده ندمان وبيدور عليك في كل حتة. يلا كروت الملايكة. كروت الملايكة بتقولك ده الوقت اللي انت تنطلق فيه في حياتك. بيقولك الموقف اللي انت فيه ده هيتحسن، ما تقلقش. استمع لحدثك وما تقلقش. listen to your intuition. استمع لحدثك واصغي للرسالات او الارشادات اللي بيجيلك من ربنا، وانطلق في طريقك وما تخافش، كل حاجة هتتحسن لصالحك. يلا اخر كروت معانا كروت lovers. خد لكم كده رسالتين. بيقولك ما تقلقيش او ما تقلقش. بص الموضوع بنظرة إيجابية، بلاش تكون متشائم أو تبص على الحاجات السلبية اللي كانت حاصلة في العلاقة. بيقولك شعلة الحب هتغير كل حاجة.
وهتغير الموقف اللي حاصل ما بينكم دلوقتي وهترجع المية لمجاريها. important right now. ده الوقت اللي انت تاخد فيه خطوة ورا وتركز على نفسك، ما تركزش على العالم الخارجي. امنح نفسك السعادة وحس بالمرح، لان السعادة بتعالج حاجات جوانا كتير. يبقى الضحك هو افضل معالج. مش خلينا كده نشوف يا اصحاب المجموعة الاولى المنفصلين الشريك هيرجع ولا لا، عشان عارفة ان السؤال ده هيبقى داير في ذهنكم. اللي عنده طرف تالت غيرك، شايفة انه مش هيرجع دلوقتي، مأجل خطوة الرجوع، ولكن في رجوع. شايفة في عنده كبر من الشريك، لسه مصمم على موقفه وقاسي، لكن هيرجع لك. بس خلي بالك هنا في رجوع موجود الطرف التالت. لو انت مستني الطرف التالت يخرج، لا مش شايفة انه هيخرج. اما بقى اللي بيتعرفوا، شايفة ان العلاقة دي هتكون حلوة، ويعني ايه، هتلاقي فيها السعادة اللي انت بتدور عليها. يلا ننتقل على أصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا الحجر الأزرق. يلا بينا نشوف مشاعر الشريك في الطاقة الحالية. مشاعر الشريك تجاهك في اللحظة الحالية. شايفة فيه مشاعر غيرة قوية قوي واضحة. يعني البعض منكم هنا انتم متواصلين وبتتكلموا. مش شايفة هنا طاقة منفصلين كتير. لو انتم منفصلين يبقى اسمعوا القراءة الأولى، يعني كان فيها طاقة منفصلين كتير. شايفة هنا البعض منكم الشريك هو قاعد شغال او كده مركز في شغله، بيكون قاعد يفكر فيك، وبيكون يعني حاسس بالسعادة كده والاستئناس وهو قاعد بيفكر فيك. بيشوفك جميل جدا وجذاب، بيشوف شكلك حلو، عندك امكانيات كتير، واثق من نفسك، جريء، لبسك حلو، طموح، عندك اصدقاء كتير ومعارف. بيغير جدا على فكرة من المحيط اللي حواليك. شايفة كمان في طاقة حب متبادلة، في احترام، في تفاهم، في تفكير كتير قوي فيك. الشخص ده حاسس ان انت كنت قدره او نصيبه، او دخلت في وقت هو محتاجك فيه. انت بالنسبة له يعني كنت الحظ. شايفة هنا البعض منكم اللي في علاقة ثلاثية، الشريك وعارفين ان هما في علاقة ثلاثية. شايفة فيه طاقة غيرة. الشريك عارف ان انت بتغير من الطرف اللي معاه، بس انا شايفة ان الشريك مش مركز مع الطرف اللي معاه، شايفاه مركز في شغله ومركز معاك انت. ان هو بيشوفك يعني متلائم مع اهدافه وطموحاته الفترة دي، يعني بتعزز له ثقته في نفسه، بتدعمه كتير، بتديله جرعات بتساعده، حتى بتخليه مبسوط وهو قاعد شغال. بتديله جرعات من الحنان، طمأنينة. مشاعر الشريك تجاهك في الطاقة الحالية اللي اخترت حجر الأزرق. شايفة طاقة برج العذراء، شايفة برج القوس، برج الحوت. شايفة كل الطاقات هنا موجودة، لأنه عجلة الحظ هنا بتقول إن في أبراج كتير: الدلو، القوس، الأسد. ايه تاني؟ برضو كارت برج الميزان. الكارت ده بيقولك الحبيب شايفك ان انت شخص يعني تستاهل الحب. رومانس فيلينج، عنده مشاعر رومانسية فظيعة، حاسس ان في انجذاب، في حب قوي مش قادر يقاومه.
جماعة اللي في ما بينهم هنا، في هنا أشخاص من طوائف مختلفة أو من أديان مختلفة. الشخص ده بيحبك جدا. calling in your soulmate، في هنا تواصل روحي قوي زي ما قلت، تتواصلوا أو تتخاطروا عن طريق الروح، تبعتوا لبعض رسايل تلباس. في هنا تواصل روحي قوي قوي، يعني حتى ما بينيمكمش الليل يعني، ده بسبب المشاعر القوية. ايه تاني؟ مشاعر الحبيب اتجاهك في الطاقة الحالية أو رسائل منه. صحاب الحجر الأزرق يقولك انت أقرب ليا من أي حد. you came closer than anyone. I wish I could take back my words. للبعض منكم الشريك هنا قال كلام مش هو ده الحقيقة، شايفاه ندمان على الكلام اللي هو قاله ده. لو في حد هنا، في طاقة حد منفصل ظهرت اهي، بيقولك ما تقلقش احنا هنكون مع بعض تاني. انا شايفة هنا الناس اللي انفصلت بسبب الظروف او بسبب اوضاع معينة، يقولك ما تقلقش احنا هنكون مع بعض تاني. يقولك you were the best thing in my life، انت افضل حاجة في حياتي. الشخص ده معترف ان انت يعني ايه، كنت افضل حاجة دخلت في حياته. نوتك هو بيشوفك الحظ، بسبب ما دخلت في حياته في حاجات كتير اتحسنت. شايفة في فرحة كبيرة بعد 3 أسابيع أو 3 عدات. شايفة في أمنية ليك كنت بتتمناها تتحقق، ويقولك اصبر. في كمان وفرة أو فلوس لأصحاب المجموعة التانية، ده ظاهر جدا في طاقتهم. لو انت مستني حاجة فبيقولولك انتظر على سنة من دلوقتي وهتحصل عليها. وفي فلوس جايالكم في الشهور القليلة القادمة. الأمنية اللي انت مستنيها هتتحقق، بس استنى. ايه تاني عشان ما نكونش ظلمناكم؟ يقولك ابحث جواك وشوف ايه اللي مخليك تحس بالمشاعر اللي انت حاسس بيها دلوقتي. يقولك الماضي دلوقتي خلفك. احيانا ما تكونش فاهم الحكمة من الحاجات اللي بتحصل في حياتك، ولكن كل حاجة بتحصل لهدف أسمى وأحسن من كده بكتير. حاول تفهم الحكمة من الحاجات اللي بتحصل في حياتك، والنعيم هيدخل في حياتك قريب. شايفة في تعويض من ربنا قريب. فريدم، الحرية. مفيش حاجة بتوقفك عن حاجة اللي انت عايزها. لو انت عايزها هتقدر تعملها، ما تخليش حاجة تحبطك. only time will tell. لو الشخص ده معبرلكش عن مشاعره فبيقولك اصبر شوية وقت وهتعرف كل اللي في قلبه وكل خفاياه. مش تعبان نشوف انت مشاعرك ايه اتجاه الشريك يلي بتسمعني. مشاعرك ايه اتجاه الشريك؟ مشاعرك ايه اتجاه الشريك؟ شايفة البعض منكم بعد وايه وتعافى خلاص من القصة دي. بس داخل كده يسمع علشان يقول مش هو ده، مش اللي انتي بتقوليه ده، لا اللي انتي بتقوليه ده غلط، ما بيحبنيش. عشان اتعودتوا تسمعوا قراءة تارو. طيب مشاعرك انت اتجاه الشريك، انت حاسس ان العلاقة دي فيها خطر، بتحاول تحمي نفسك على قد ما تقدر، بتحاول تفهم الشريك ده بس مش فاهمه. في حاجات كتير حاسس انه الشخص ده ملخبطك، مش قادر تحدد موقفك اتجاهه ايه. في كلام كتير عايز تبعتهوله بس بتخاف من رد فعله. لا انت بتحب الشريك قوي، بس في نفس الوقت بتحاول توازن بين عقلك وقلبك، مش عايز تكون اهبل او بتتصرف معاه بطريقة فيها حماقة. عايز تبان قدامه عاقل ومتزن، في حين ان انت يعني ايه تحبه قوي. شايفة هنا طاقة برج العقرب، برج القوس،
برج الحمل. بس يلا كده قراءتكم انتهت.